هل فعلا هيتم طلاق أركان ودجلة؟ ولا اللي جاي هيقلب كل الموازين ويغير كل حاجة؟ دجلة بدأت تتعلق بأركان بشكل واضح. اللي جاي في مسلسل انت من أحببت مش بسيط خالص. احنا داخلين على مرحلة كلها مفاجآت وأسرار هتظهر واحدة واحدة وهتغير نظرتنا لكل شخصية، خصوصاً لما نبدأ نقرب من السر الأخطر في القصة، وهو حقيقة داريا. السر ده مش بس هيقلب حياة دجلة، لكن كمان هيأثر على كل العلاقات حوالينها. أبدأ أشارك معاكم أحدث تسريبات الحلقات القادمة عن المسلسل ده، والسؤال هنا: مين أول واحد هيكتشف الحقيقة؟ وهل هيتم كشفها؟ ندخل على خط تاني مهم جداً، وهو علاقة نيلوفر وتشيفان. العلاقة دي اللي الكل مستني يشوف نهايتها. هل فعلاً هتوصل لزواج؟ نيجي بقى لأخطر خطة في الأحداث، وهي خطة بورشين اللي بتلعب على كل الأطراف علشان تحقق هدفين مهمين جداً: تكسب أركان لنفسها وتنتقم من دجلة بالتحديد. الخطة دي مش مباشرة، والسؤال الأهم: هل بورشين هتنجح فعلاً؟ ولا في حد هيكشفها قبل ما توصل لهدفها؟ كل الخطوط دي بتقودنا لنقطة واحدة، وهي تابعوا معايا للنهاية. هتكون مليانة مواجهات وكشف حقائق، وخصوصاً لما نقرب من لغز داريا وذاكرتها. هل فعلاً هترجع تفتكر كل حاجة؟ ولو ده حصل إيه اللي ممكن تعمله؟ وهل هتختار الانتقام ولا الحقيقة هتكون أصعب؟ والسؤال الأهم: هل طلاق أركان ودجلة هيتم فعلاً ونكون قدام نهاية قصة حبهم، ولا في مفاجأة أخيرة ممكن تقلب كل حاجة وترجعهم لبعض بشكل غير متوقع؟ تابعوا معايا لآخر الفيديو عشان نكتشف مع بعض المفاجأة اللي محدش كان متوقعها خالص، واللي هتغير كل أحداث المسلسل. لو الفيديو ده وصل ل1000 لايك هعرف إنكم حبيتوه فعلاً، وإن تعبي في التحليل مش بيروح على الفاضي. اللايك بتاعكم مش بس دعم، ده بيحمسني أكمل وبيشجعني. ومتنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل تحليل جديد. ويلا نبدأ. زي ما شفنا في الإعلان التاني، البداية كانت مختلفة تماماً. مشاهد هادية ورومانسية بين أركان ودجلة، وكأننا قدام علاقة بتتولد من جديد. أركان أخيراً بدأ يحس بمشاعره تجاه دجلة، وده باين في تصرفاته وطريقته معاها، لكنه لسه مش قادر يعترف بشكل مباشر. هو كل اللي عايزه دلوقتي إنه يسعدها بأي شكل، حتى لو على حساب نفسه. لكن الصدمة هنا إن دجلة رغم كل اللي بيحصل حواليها ورغم قرب أركان منها، إلا أنها لسه متمسكة بقرار الانفصال، وكأنها حاسمة أمرها ومش شايفة أي أمل في الرجوع. وده بيزود التوتر في العلاقة وبيخلينا قدام احتمالين: يا أما الطلاق يتم فعلاً وتنتهي القصة، يا أما في مفاجأة تقلب كل حاجة في اللحظة الأخيرة. وده اللي هنفضل مستنينه لحد النهاية. نروح لخط تاني مهم جداً، وهو نيلوفر. صدمة كبيرة بعد ما اكتشفت الحقيقة اللي كانت مستخبية عنها تشيفان. طلع أخو دجلة، والأصعب من كده إنه كان السبب في موت أخته. السر ده وقع عليها زي الصاعقة، خصوصاً إنه كان مخبي عنها الحقيقة دي طول الوقت رغم حبها ليه وقربها منه. وده خلاها تاخد قرار سريع بالبعد عنه، وكأنها بتحاول تحمي نفسها من وجع أكبر. لكن هنا القصة مش بسيطة، لأن شيفان من جواه مش قادر ينهي مشاعره تجاه نيلوفر مهما حاول. هو فعلاً متعلق بيها وبيحبها، وده اللي خلاه ياخد قرار صعب إنه يسيب القصر ويبعد عنها تماماً. يمكن ده يكون الحل الوحيد من وجهة نظره عشان يريحها ويبعدها عن كل الألم اللي سببه ليها. والمفاجأة اللي محدش كان متوقعها إن نيلوفر نفسها مش هتقدر تسمح إنه يمشي بسهولة رغم زعلها وغضبها منه، إلا إنها اكتشفت إنها فعلاً بتحبه ومتعلقة بيه بشكل كبير. وده هيخليها تواجه مشاعرها قبل ما تواجهه هو، وده بيفتح باب جديد في العلاقة بينهم، باب مليان صراعات بين العقل والقلب والتسريبات. هنا بتكشف مفاجأة أكبر، إن الموسم ده ممكن يشهد زواج نيلوفر وتشيفان. لكن الزواج ده مش هيكون سهل ولا عادي، لأن كل اللي حواليهم هيكونوا رافضين العلاقة دي بشكل واضح. لكن الغريب والمفاجئ في نفس الوقت إن أركان هو الوحيد اللي هيقف جنبهم ويدعمهم. وندخل على أخطر مفاجأة في الأحداث، واللي فعلاً هتقلب كل حاجة. إنشي رغم كل إغلاطها وإخفاها للأسرار، خصوصاً السر الصادم، هي بتلعب بذكاء وبتستغل الماضي علشان تحقق اللي هي عايزاه. وبتبدأ تضغط على فاتوش بطريقة قاسية جداً من خلال ابتزازها بعلاقتها القديمة مع أسعد. بتاخد خطوة أخطر لما تقرر تكشف قدام العيلة كلها أسرار ماضي أسعد وفاتوش، وتحكي عن قصة حبهم القديمة اللي كانت مستخبية.
سنين اللحظة دي بتكون نقطة انفجار حقيقية، لأن السر ده مش بس بيهز صورة الأب قدام ولاده، لكنه كمان بيكسر ثقتهم فيه بشكل كامل. ومن هنا بيبدأ الانهيار أركان ونيلوفر بيتصدموا في والدهم، لأنهم اكتشفوا إنه كان مخبي عنهم جزء كبير من حياته، وده بيخليهم يحسوا إن كل حاجة كانت مبنية على كذب، وده بيخلق حالة غضب وتمرد واضحة منهم تجاه أسعد التسريبات، بتأكد إن نهاية إنشي مش هتكون عادية. بالعكس، دي نهاية مأساوية نتيجة لكل الألعاب اللي لعبتها ومحاولاتها للسيطرة على كل اللي حواليها. وفي وسط كل ده، فاتوش بتكون في موقف صعب جداً، لأنها مجبرة توافق على شروط إنشي، خوفاً من الفضيحة وخوفاً على حياتها الحالية، خصوصاً جوازها وسمعتها. وأخطر تنازل هنا إن فاتوش هتوافق إنها ترجع العلاقة بين أركان وبورشين مرة تانية، وده مش بس قرار عاطفي، ده قرار هيأثر على كل الخطوط التانية في القصة، وهيفتح باب لصراعات أكبر، خصوصاً مع ديجلا اللي ممكن تكون أكتر حد هيتأذى من الخطوة دي. وننتقل لهمبارت في الأحداث، وهو طاهر اللي تحول بشكل واضح. بعد ما قابل فريدة، اللقاء ده ما كانش عادي، لأنه حس معاها بإحساس مختلف خالص، إعجاب قوي وميل ناحية حمايتها، وكأنه لقى سبب يخليه يقف قدام كل حاجة علشانها. طاهر ده كمان بقى مؤمن إنها لازم تاخد حقها من كل اللي إذاها في الماضي واللي حاولوا ينهوا حياتها. ومن هنا بيبدأ يتحرك بشكل مختلف تماماً، يبحث ورا كل خيط وكل سر لحد ما يوصل للناس اللي كانوا السبب. وبمجرد ما يوصل للحقيقة، في لحظة يروح ليها على طول ويكشف لها كل حاجة عنهم من غير خوف ولا تردد، وكأنه بيديها المفتاح اللي هتفتح بيه باب الانتقام وتسترجع بيه قوتها. اللحظة دي بتكون نقطة تحول كبيرة. فريدة اللي كانت رافضة كل الرجالة وخايفة منهم بسبب اللي شافته في حياتها، تبدأ تحس إن في حاجة بتتغير جواها. طاهر قدر يكسر الحاجز ده بهدوء وبدعم حقيقي، حسسها بالأمان ووقف جنبها من غير شروط، وده خلاها تبدأ تشوفه بشكل مختلف وتحس بمشاعر جديدة. لكن الصدمة الأكبر لسه جاية. أول ما فريدة تمسك الملف وتشوف الحقيقة قدامها، كل حاجة بتتقلب. فجأة الذكريات اللي كانت مدفونة جواها تبدأ تطلع واحدة واحدة. صور من الماضي، مشاهد كانت ناسية وجودها ترجع تضربها بقوة. وفي لحظة فاصلة تستوعب الحقيقة الصادمة إنها مش فريدة، لكنها في الحقيقة دارية. اللحظة دي مش مجرد استرجاع ذكرى، دي انفجار لكل اللي فات، هو بداية لمرحلة أخطر بكتير. ونوصل لآخر بارت وأهم نقطة في الأحداث، وهي مصير علاقة أركان ودجلة. وهل فعلاً الطلاق هيتم ولا في مفاجأة هتغير كل حاجة؟ بورشين هنا بتبدأ تلعب أخطر لعبة عليها، تستغل طيبة دجلة وتدخل لها من باب إنها عايزة مصلحتها وسعادتها، وتقنعها إن الحل الوحيد هو إنها تبعد عن أركان وتطلب الطلاق علشان تسيبه يعيش حياته بشكل أفضل وبدون مشاكل. ودجلة للأسف بتتأثر بالكلام ده، لأنها فعلاً بتحب أركان وبتفكر في راحته قبل أي حاجة، وده اللي يخليها توصل لقرار صعب جداً، إنها توافق على الطلاق وتضحي بعلاقتها علشان هو يكون سعيد، حتى لو السعادة دي مش معاها. لكن اللحظة الحاسمة بقى بتيجي في آخر وقت، لما كل حاجة تكون قربت تخلص والقرار خلاص بيتنفذ. أركان بيوصل في اللحظة الأخيرة ويلحق دجلة قبل ما تضيع منه، وبيعمل حاجة محدش كان متوقعها. بيعترف لها قدام الكل، قدام فريدة وبورشين، إنه بيحبها بوضوح ومن غير أي تردد، وإنه مستحيل يقبل بالانفصال عنها مهما حصل. الاعتراف ده بيكون صدمة قوية لكل اللي موجودين، لأن أركان أخيراً كسر صمته وقرر يواجه مشاعره قدام الجميع. شكراً لمتابعتكم، وأشوفكم في الفيديو اللي جاي. سلام.